السلام عليكم، ازيكم؟ من اسبوع تقريبا وانا ملاحظ ان في كميه اعلانات لساندوتش جديد من هارديز اسمه دبل هاردي. كميه اعلانات غير طبيعيه، يعني اي طريق انت ماشي فيه في القاهره هتلاقي الاعلان ده في وشك. فانا بصراحه كنت ناوي اجرب الساندوتش ده لوحده، خصوصا ان في منه بيف ومنه فراخ. اللي لفت نظري اصلا بقى في الاعلان ده كله ان مكتوب ان الساندوتش ده دبل هاردي كومبو، الحجم العادي يعني ب 45 جنيه. ف 45 اللي جه بقى في بالي ساعتها ان ماكدونالدز منزل برضو من شهر تقريبا عرض على وجبه البيج ماك كومبو الحجم العادي برضو ب 45 جنيه. فليه 45 جنيه؟ يعني ليه مش 50 جنيه مثلا؟ 45 جنيه شامله الضريبه. فعشان كده النهارده انا قررت ان احنا نقارن ما بين الوجبه بتاعه البيج ماك العاديه الكومبو اللي احنا كلنا عارفينها والوجبه الجديده بتاعه هاردز، لان الاثنين فعلا نفس السعر والاثنين تقريبا بيقدموا لك نفس الحاجه. انا طلبت الاثنين ومستنيينهم دلوقتي. فعلى ما الاكل يجي يا ريت ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نشوف مين هيكسب، البيج ماك بتاع ماكدونالدز ولا الدبل هاردي بتاع هاردز. طيب الاوردرين وصلوا. هاردز وصل لنا في ربع ساعه. ماكدونالدز اسرع دليفري في مصر وصل لي في 40 دقيقه. خلينا نفتح ماكدونالدز الاول لان هي معروفه. ده الساندوتش بيج ماك عادي، والبطاطس جايب مناديل كاتشب. المفروض ان هي بيجي معاها درينك، ولكن بصراحه مش الراجل اللي دلقه، لا يعني ده زياد اللي دلق البتاع ده، شد البتاع دلق كل العصير على الارض. مش مشكله يعني. الحجم اللارج بيفرق في ايه؟ بيفرق ان حجم البطاطس بيبقى اكبر وحجم البيبسي بيبقى اكبر، لكن ساندوتش هو هارديز. بس اكتر شويه. الدرينك جايبه كان دي ممكن تبقى احسن شويه عشان البيبسي ما يدلقش، بس انا برضو بحب البيبسي الماشين، ففي معادله كده صعبه شويه. غلف كل حاجه لوحدها. ده البطاطس وساندوتش الدبل هاردي. مش عارف ليه كنت حاسس ان هم عاوزين يسموه بيج هارديز، بس قالوا احنا كده هنقلل فسموه دبل هاردي. مناديل وريسيت وكيسين كاتشب. انا مش عاوز ارغي كتير في بيج ماك، انا عاوز اعرف بس هارديز بيقدم لنا ايه بنفس القيمه بتاعه البيج ماك. النظره الاولى كبطاطس مثلا هتلاقي ان حجم البطاطس بتاعت بيج ماك اكبر من حجم البطاطس بتاعت هارديز، ده واضح جدا حتى شكل العبوه دي اكبر اكتر، والبطاطس بتاعتها رفيعه فهتديك كميه اكبر. هارديز البطاطس بتاعتها تخينه طويله هتديك كميه اقل. الاثنين عليهم ملح بس. خليني اقول لك ان بطاطس ماكدونالدز بطاطس كده مميزه. بطاطس هارديز ما فيهاش حاجه مميزه قوي، تحس ان هي زيها زي اي بطاطس مثلا بتشتريها من اي مطعم، بس هي حلوه يعني بطاطس محمره. المميز بقى في البطاطس عند هارديز هي البطاطس الكيرلي، جامده جدا ومفيش حد بيعرف يعملها زيهم، بس هي مش جايه معانا النهارده. يهمنا بقى السندوتشين. النظره الاولى كده هتلاقي ان حجم العلبه حتى بتاع هارديز اكبر من بيج ماك. الساندوتش بتاع دبل هاردي ده اكبر من ساندوتش بيج ماك. بيج ماك تحسه ايه، منكمش كده في نفسيه، ده فارد نفسه، ده عيش عليه سمسم، ده عيش مرشوش عليه اللي هو بتاع الكريسبي ده شويه. ساندوتش الدبل هاردي ده ماسك نفسه عن البيج ماك، لان البيج ماك الخاص فيه متقطع صغير جدا، ما فيهوش حاجه ضخمه كده، لكن هنا حاطط لك شريحه بصل، حاطط لك شريحه خس برضه. حتى الشريحه بتاعت العيش اللي موجوده في الدبل هاردي تخينه شويه، دي بتاعت هارديز ودي بتاعت ماك. شريحه هارديز تحسها تخينه شويه، بس لو ركزت بصوا بقى في الشريحتين، يعني هنا ما بتكلمش على مطعم واحد، انت شايف الفول الصويا بعينك. البيج ماك شريحه البيف خس صوص البيج ماك خيار مخلل، شريحه عيش بيف خس صوص البيج ماك في شريحه جبنه. الدبل هاردي في شريحه بصل في صوص، شريحه اللحمه عيش خيار مخلل خس، شريحه لحمه تانية جبنه، يعني الساندوتشين قريبين جدا من بعض. يعني بيج ماك انا حافظه يعني، بس ناخد بيج ماك تاكله في اي وقت، تاكله من اي حته هتلاقيه هو بيج ماك. انا مش ههري كتير فيه، انا عاوز ادوق الدبل هاردي ده. شبه الاعلان. بسم الله. هو بارد بس شويه لانه جاي شويه من قبل ماك. قصه البصل مش حلوه، يعني ما بحبهاش ومفضلهاش، مش حلوه حتى هنا كمان في الساندوتش، يعني هي في شريحه فوق وفي شريحه تحت، والشريحه حتى يعني شريحه بصل بيور، لا واخده تشويحه على النار ولا واخده اي حاجه. فانت كده ما بتارجتش كل الناس. يعني بيج ماك هات لي حاجه واحده بس فيه مفيش حد بيحبها، لكن ده البصل مش ناس كتير بتحبه. كوين الساندوتش كده كله في بعضيه حلو ما عدا نقطه البصل دي، يعني شيل البصل، او لو انت بتطلب قول مش عاوز بصل، بيكسر لك الطعم كده في حته تانية خالص. الصوصز اللي فيه وكده هي مش صوص مميزه، هتحس ان هي كاتشب ومايونيز. العيب اللي فيه ان كل حاجه متقطعه كبير، الخس كبير جدا، الخيار المخلل حتى يعني عريض كده، بالتالي لو كان سخن كان هيبقى احلى من كده، بس هو حلو يعني شغال مش وحش خالص. خلينا متفقين على ان المطعمين كمطعمين بيقدموا فاست فود دي مش احسن شريحه لحمه تاكلها، اللحمه كلها صويا، بس باينه قوي اكتر في هاردز، يعني دي منقطه كده اصلا في نص شريحه اللحمه. بس تكوين البيج ماك كحاجه ثابته وصوص البيج ماك نفسه طعمه مميز. الهاردز تحس ان هو
عادي، هو حلو بس عادي. فانا لو هختار ما بين البيج ماك اللي ب 45 جنيه ككومبو بيبسي وبطاطس، ولا دايما بقول بيج هاردي، ولا الدبل هاردي برضه ساندوتش وبيبسي وبطاطس، فانا هختار البيج ماك. البيج ماك فيه حاجه مميزه. لو اي حد كان جرب ساندوتش الدبل هاردي الجديد ده سواء بيف او سواء تشيكن، يا ريت يكتب لنا رايه تحت في الكومنتات في الساندوتش ده. لو حد حابب يقارنه بالبيج ماك، يا ريت برضه يكتب لنا رايه تحت مين فيهم احسن، لان الاثنين نفس السعر دلوقتي ب 45 جنيه. ساندوتش تاني من الدبل هاردي اللي هو الفراخ، لو حابين نجربه ممكن نجربه في فيديو كده قصير على فيسبوك مثلا، بحيث برضو نشوف يعني هل احنا برضو جايين شويه على هاردز، ولا لو هو فعلا سخن كان هيبقى احلى. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا يكون الفيديو عجبكم. سلام.